شوفوا، صدام حسين لما نتكلم نقول صدام حسين في ذاك الوقت جيشه وفيالقه وألويته ووحداته العسكرية وأسلحته وإمكانياته وحب الجماهير الخارجية لا يمثل المد القومي وإلى آخره. لما صارت المواجهة الحقيقية مع أمريكا أسبوعين طيحوه ودخل البلد بفوضى. هاي صار له فوق 20 سنة. وأنا أقول قاعد يعني أتكلم لك عن العراق، بلد تقول بلد مو تجيب لي حزب الله. حزب داخل لبنان، حزب داخل بلد صغير. يعني هو البلد صغير مع احترامي وحبي للبنان، لكن هو بلد صغير إمكانياته صغيرة، في داخله حزب. تخيل هذا الحزب يجي يواجه أمريكا وإسرائيل ومسوي لي عنتريات. هذا يكذب الكذبة ويصدقها، وهو متوقع أن إسرائيل خايفة منه وأمريكا خايفة منه والعالم مرعوب منه ما ينام الليل منه. أنت شنو بالمعادلة أصلا؟ أنت شنو؟ والله قاعد يتسلون بيك تسلية يتسلون بحزب الله. تسلية، شايف التسلية؟ واحد يلعب لعبة يتسلى، قاعد يتسلون فيك تسلية. افهموا حجمكم الطبيعي ولا تضحون بالشعوب. ترى ما حد قاعد يدفع الثمن غير نحن الشعوب قاعد تدفع الثمن. ولا هالقيادات هذه التعبانة عايشة بنعيم وما عندها باكر بس يسقط حزب الله. شوفوا العملاء اللي راح يطلعون داخل حزب الله، شوفوا الحرب الأهلية اللي راح تصير داخل لبنان، شوفوا الفوضى اللي راح يصير داخل لبنان. يلا اقبض يا حسن نصر الله.